وربي ده ما صخ الحين بارسك الكف على عينك. خل عنك ما تدري بديت الوقت استاذ مرسي. يا بقى كلنا الاستاذ مرسي ده انجح واطيب استاذ في المدرسه كلها. يا لهويتي ايه لك حق تمدحها من البلد ثم مصلحات وقطع عليك الدرجات بالهبل. اي والله صدقت يا محمد. اي والله صدقت يا محمد. واحنا اساتذه من بلدنا وكل واحد من 10 لا يطلع لك زين. لا واذا طلع زين يطلع هبل. الباقي خافين يخصموا علينا ما تدري له ويش، وفوق ذا كله طايحين تنقص درجات علينا. خير دليل الاستاذ صالح برعي. ايه والله مستغرب انا لو يصير الوكيل او المدير واحد من البلد يبهدل عيشتك تبهدل. ايه مرت علينا سنه من السنين كنا نشتكي من الاساتذه اللي من برا البلد معاملتهم ويانا، والحين صارت معامله الغريب ارحم بوايد من اهل البلد. ارحم من اهل البلد؟ والله بالعكس، في مدرسين يحطون على الجرح يبرى. يمكن انت وياك انت لحالك لانك شاطر واخوك ذاك اللي ذابحنا عليه. قصدك؟ ما اقصد شيء ما اقصد. انا ما اتوقع ان في واحد مثلي عانى في هالمدرسه. نقعت هني وخست. اف ما تقف بعدك واحد توي قاعد يلبس لا يبكي مع الحين. وليش قعدت كل هالمده؟ اكيد ما تذاكر. على الواحد يشتهي ذاكره اذا شوف اساتذه من ديرته ويعاملون الزفت وزي الخرا. اي والله انا مستغرب ليش اهل البلد يا اهل البلد ذبحونا باهل البلد. يقولون احنا مهملين، اكيد في اسباب للاهمال. اذا احنا مهملين وين المرشد الاجتماعي خليه يشوف مشاكلنا؟ يمكن عندنا مشاكل في البيت او في الفصل او مع احد المدرسين، خليه يحل لنا مشاكلنا يا اخوي. انا والله انا اخوي اقول لك وش اسباب احد المنهج ده مو راضي تنحل يومك ذي. قول وش يعني؟ قول. ضغط هالجدول يجي الواحد واحد يقعد من الصباح بالقمص حقه تعبان شايل كتب وياي. داير الواحد طابور تمارين ادافع البلد، وبعد الطابور يجي لك الاذاعه يطلع لك واحد مصري زي هذا ريحته خايسه. اخر الطابور يشتمونه. بعد الاذاعه تجي لك اول حصه. اول حصه المفروض رياضه يعني واحد يصحصح شوي. صينا انه العب رياضه بس اروح ادخن يعني. اول حصه فيزياء عاد في واحد تعبان يجي يبغى يستوعب شيء فيزياء. بعد الحصه الفيزياء كيمياء. بعد حصه الكيمياء حصتين رياضيات. احنا حصه ويلا نستوعب حصتين. وبعد الحصتين رياضيات يجي لك حصه الاحياء. وبعد حصه الاحياء اللي ما عاد فاهم فيه شيء للحصه عاد. فاهم انجليزي؟ يس. What is your name? I don't know. هذا الجواب؟ ده لسه ما خدناش. لسه ما خدناش يقول. انا صحيح ما ادري شو is your name معناته بس اسمعهم يقولون. وين الواحد يستوعب يا ناس ويفهم؟ وين الواحد يستوعب ويفهم؟ جعفر ايوه ده انت صعبت علي قوي. بقول لك حاجه. قول. اعتبرني لسه اخوك الصغير وحاول تفضفض ليا كل اللي في قلبك. وجلال ربي ده ما تصخ الحين ما اجيب ثم اصك بحلك عشان تنطم. جات لي فكره. وش فكرتك بعد؟ بتجيب سوم وبتوزعها الفصل واحد ده مفيد قوي للجسم. خل بارو انت ما بتسكت دوشنا يا اخوي. اسكت ما تسوقش قدام الناس دلين كل هاللون. اسكت بقول لك ما تسوقش. ما عليك قوم أدفدي قوم. لا مو هذا السوالف ذي. نفس اشوفك يوم طاق واحد. لا عزيز جعفر كمل. عشان كملت بعد عزيزي لو بقعدنا الصباح ما بخلص. يا اخوي كمل يا اخوي. قول وش ورانا. احنا تلاقي استاذ مرسي قاعد يدخن في غرفة المدرسين. يدخن؟ ايوه يدخن. رققت عيونك. دقيقة يدخن.
يدخن صار علامة تعجب. ايه وش فيه يدخن؟ وماله يدخن، هو استاذ بيعمل اللي عاوزه. ايه واحنا هلا دابحنا استاذ ويعمل اللي عاوزه، واحنا اللي كان غلط ولا صح؟ واحنا اذا سوينا غلطه ها بسيطه اقل ما فيه وشو خويا؟ أقل ما فيه تعهد يعني وشو. خويا تتوقع سنين ننجح ونجيب معدل؟ تنجح يمكن، اما نجيب معدل ذي يعني ثقيل شوي. وبعدين اذا نجحت وجبت نص معدل، انت بتجيب نص معدل ما بتجيب معدل كامل. اذا نجحت اذا نجحت وين بتروح؟ بتروح معهد او كليه، واذا خلصت شوف عقب كم سنه بتدور لك شغل ب 1500 ريال. هلا مي راضي تتغير من خلقتنا 1500 ريال. ها اشتغلت؟ ايه اشتغلت ب 1500 ريال وهو رايح. وشو ذي؟ اللي يجيبون على الاقل 50 عشان تصير تغير. 1600 عشان تصير غير. والله العظيم. وبعدين بتقعد لك كم سنه عشان لحد ما يوصل راتب 3000. يعني طقيت ال 48 خلاص شايف. بالعكس يمكن يحصل له جامعة وكلية بعد التخرج توظف له وظيفة زينة وأنا بعدين أطالع على الجامعة. والله قهر، والله قهرتني. كان شاطر تقول كذا، اجل انا وش اقول؟ اي والله مؤهلاتك ومستواك يخليك تدرس في اي مكان تبغاه وتقول هاللون، ولا تقول يا برعي. ما تكلمنيش عن درجات. يا برعي انت ما كلم. ايش كذا عني يا اخوي؟ اقصد ايه؟ ضحكتني. أي معدل إذا جبت 99 فكرت 99 فكرت أدخل طب يمكن يقبلوني يمكن ما يقبلوني. تعال إذا قبلوني في اختبار قبول، بعد الاختبار القبول مقابلة شخصية، بعد المقابلة الشخصية فيها الحار بدم يديها المفاضلة دي. بل 99% يا ناس. انا نايك 99 من زمان رحت كندا ولا الارجنتين. بس الارجنتين 900 99% نسبة. المجموع 900 عن درجات. وشو انت؟ واختبار مفاضلة وقدرات. عاد صار فيلم مصري ليه؟ ما تحرش فيا ما تتحرش فيه يا حسن، خلي ساكت منقف الوالدين. السالفة يا حسن حسن بكل بساطة اللي عنده هالايام الواو وهو اللي يمشي. اي والله العظيم انا رسب روحي وسب الواو، لان ادري بتخرج ما عندي واو. 99 وتقول كذا، اجل لو تجيب 97 وانت 93 وش تسوي؟ يمكن انقبل في البترول اذا عديت اختبار قدرات. وشو يعني الطب مالك امل فيه؟ هو في امل بس امل واحد ما في غيره. وشو الامل؟ قول لنا. اني اتغرب حالي حال الشباب هالايام وادرس على حسابي، شكله هذا اللي بس.